محدد هنا يا اخويا، مش محدد جوه. ايه؟ انت محدد هنا، مش محدد جوه. شكرا لك. ماشي، مش عفوا، طبعا. سلام عليكم. ما جالكش حاجه حتى بس. ماشي. دي محتاجه تعمل زي اوبر. خير ورزق على اخواتي، بتمنى لكم كل الخير والرزق يا رب. يوم شغل جديد، والنهارده انا نازل اعمل تحدي ما بين ديدي وان درايف، نشوف اكتر برنامج هنشتغل عليه وهنعمل منه فلوس، عشان طبعا زي ما انتم عارفين اوبر غيرت نظام البونص بتاعها اليومي، ومش عارف اشتغل اوبر لغايه لما نشوف هتعمل معانا ايه في الايام الجايه. تعال نشوف احداث اليوم، نشوف اليوم هيمشي معانا ازاي. بس كل اللي طالبه منك زي كل فيديو ان انت اول حاجه تصلي على النبي، وتدعمني بلايك، وتدعي لي دعوه حلوه من قلبك او كلمه حلوه. اتمنى لك يا حبيب قلبي مشاهده ممتعه. صباح الخير والرزق على اخواتي، يا رب تكونوا دايما بخير. يوم جديد ونازلين الساعه 10 وبادئين شغل على اندرايف، ومستلمين رحله 6 كيلو ونص، واخدينها ب 40 جنيه راحه الزمالك، واحنا هنا في المانيال وهنستلمها من المانيال للروضه ان شاء الله. الصوت كمان بترن اهي، بس انا مبسوط بقالي كتير قوي ما خدتش منها اي حاجه. مش عارف، عامه الرحلات اللي بتيجي عليها كلها مطاعم. كل العملاء اللي بتوصل اوردرات هي قطع غيار او ملابس او الكلام ده راحت على اندرايف. فخلينا الاول نبدا اليوم بالرحله بتاعت اندرايف ديت، رحله خفيفه كده ان شاء الله، ربنا يكرمك. السلام عليكم. مصطفى صح؟ اتفضل. رايح الزمالك؟ يا توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب استرها معانا واستر عليها يا رب. اوبر بقى يا باشا، جت من اول الاسبوع ده قلت لك البونص اليومي، نزل بقى دخول المدارس ومش عارف ايه والكلام ده. ايه كانت بتديك البونص اليومي من 8 الصبح ل 4 العصر، كان لذيذ. كنت تنزل الساعه 10 تعمله، تنزل الساعه 8 تعمله، وتنزل الساعه 9 تعمله، معاك لغايه 4 العصر. تعمل 16 رحله، تعمل 11، تعمل 13، براحتك بقى. لا يا باشا، جت قالت لك ايه بقى؟ انك تعمل 10 رحلات من الساعة 7 لغاية الساعة 10. تمام. وبعد كده قالت لك من الساعة 12 لغاية الساعة 3 تعمل برضه 10 رحلات أو 9 رحلات، تاخد مش عارف بونص كام. في ساعتين كده مش لاقيينهم، في ساعتين من الساعة 10 للساعة 12، فين الساعتين دول عامل فيهم ايه؟ قلت لك لا يا باشا، دي مش بتاعتي. اعمل اي حاجه بقى، فاهم؟ العب ضغط، اشتغل على برنامج تاني، كل في نفسك، ماليش فيه. طب ليه ما كان الدنيا ماشيه حلو في البونص اليومي من الساعه 8 لغايه الساعه 4 العصر؟ كان الناس بتعمله، وانت بتلاقي ناس على الارض كتير. ليه من 7 ل 10؟ طب ما تكملوا مثلا من 7 ل 2، تفرق ايه يعني؟ 7 ل 3 مرة واحدة، يعني هو الساعتين دول اللي فرقوا؟ مش فاهم. بص، في البونص بتاع اوبر دوت، انا معاك ان في المدارس الشغل بيبدأ الساعة 7، بس اكيد ما بيديش الساعة 10. يعني اكيد ما بيديش الساعة 10. يبقى في شغل من 11 من 10 ل 12، يبقى في شغل. انا لما كنت شغال الشتاء اللي فات كنت شغال عادي، انزل 7 ممكن اخلص على الساعة 1 2. تاخد اليوم دايركت كده، بدل ما تفضل ايه تنزل تشتغل من 7 ل 10
ترجع بعد كده تريح ساعتين، تشتغل من 12 ل 3 عشان تعمل بونص. عز بقى ما انت ايه تبقى كمان مش عارف انت رايح فين. بصراحه انا يعني متضايق من حوار البونص ده، متضايق لان انا واحد من الناس اللي بعتمد على اوبر باعتماد كبير قوي. بفضل اوبر لان انا ما بحبش الانفصال، ما بحبش اخش افاصل مع عميل وعميل يفاصل معايا والكلام ده كله. فاوبر كانت بتريحني من الكلام ده، ان انا ايه بعمل عدد رحلات فباخد بونص في اخر اليوم، وفي نفس الوقت بلاقي بونص في اخر الاسبوع. بس طالما عملت كده مفيش بونص يومي، فانا مش هشتغل البونص الاسبوع لوحده. خلينا نشوف الاسبوع اللي جاي هيحصل فيه ايه. احنا معانا البونص ده مكمل معانا اسبوع. دل على السلامة يا باشا. معكش فكة؟ هو 40 كده 50 100. ماشي يا باشا. يا رب يا جميل. أول رحلة من اندرايف فتحنا ديدي وخدت منه رحلة 4 كيلو 26 جنيه يروحها تقريبا العجوزة. بس المشكلة احنا معناش ولا زيرو عمولة ولا معانا أي حاجة، بس هي الرحلة سعرها إلى حد ما كويس. لو في أفضل من كده أنا عارف، بس طبعا أنا قاعد بقالي شوية في الزمالك، والزمالك صحراء ما فيهاش. السلام عليكم. اسمع عبد الرحمن صح؟ باشا حضرتك ركبت قبل كده معايا في اوبر؟ صح؟ انت بتطلب اوبر؟ طب ما طلبتش النهارده ليه؟ ما فيهاش كباتن ولا ايه؟ ساعات على حسب كده ضغط. دل على السلامة. بسم 22 ماشي يا باشا. عامل له خصم كام؟ عامل له خصم 4 جنيه، عامل له خصم 5 جنيه، 5 جنيه. ماشي ادانا 22 جنيه، رحلة 4 كيلو 22 جنيه، مش وحشة، حلو جميلة. الميزة كمان ان انا معيش ولا زيرو عمولة ولا معايا اي حاجة، ولا هي النسبة بتاعتها نزلت ولا مش فاهم حاجة. انا بقالي كتير قوي ما اشتغلتش على ديدي، بقالي كتير قوي. يمكن اندرايف باخد منها رحلات، انما ديدي لا. في رحلة ولا ايه؟ مفيش حاجة. نطول كده بره. رحلة 5 كيلو على ديدي حلو قوي، هو ب 30 جنيه راح الزمالك. راحة الزمالك 5 كيلو 30 جنيه. سلام ورحمة الله وبركاته.
اوكي استاذ حسن صح؟ ان شاء الله. يعني رايح الزمالك؟ الزمالك. ان شاء الله. تمام. استنى على الله. اطلع قدام سنه بس. تمام كده. بص اندرايف بقى عامله مسابقه قال ايه؟ يقول لك اعمل 7 رحلات. خد استنى بس اوريها لك. اعمل كده. ايوه عم بعدي من غير ما يبص. يقول لك اعمل 7 رحلات وخد 46 جنيه. تمام؟ ولما تاخد ال 46 جنيه دولت مش هينفع تجمدهم فلوس. يعني هو انت اخرك تاخد فيهم ايه؟ رحلات. تمام؟ دي حاجه، ثاني حاجه مده الفلوس دي كمان اسبوع 7 ايام. وبعد ال7 ايام لو معاك رصيد مش هتلاقيه. لو معاك رصيد ده مش هتلاقيه. فاكر انا اول ما عملوا العرض دوت انا اشتغلت عليه، ساعتها كان مديني مش عارف 100 وكام حاجه زي كده. اول ما نزل من حوالي سنه اشتغلت وخلاص فاضل لي رحلتين، بس لقيت البونص اتشال. فكلمت الدعم تواصلت معاه، يا جماعه فين البونص؟ قالوا لي مش عارف قعدوا يحددوا لي بايه بالمواعيد، ده انت عديت الميعاد انت مش عارف ايه. وانا كان العرض اللي كان واخد منه اللي هو اللهم صل على النبي، اللي هو لا لسه الميعاد لسه، الوقت لسه، تاريخ الميعاد لسه، هو ما تفهمش هو عمل كده ليه. ولان انا خلاص قررت اخد البونص رحلتين راح شايلهولي. طبعا ساعتها دخلت حذرت الناس من الدرايف ان انت تشتغل على البونص ده. ساعتها انا كنت عامل مجهود جامد قوي، كنت بشتغل عليه وقت كبير قوي. دي الحاجه كمان من ضمن الحاجات اللي قفلتني من الدرايف ساعتها، خلتني اقعد فتره ما اشتغلش وما حددتهاش. ده اللي خلاني اكمل اوبر. ان انا اوبر لما بعمل البونص باخده الاقيه باخده فلوس كمان. يعني ما بيفكرنيش زي كده يقول لي لا هناخد نصيب حساب في البرنامج. اديني بونص كمان يقول لي بقى فلوس بقى اسحبها اشتغل فيها زي ما انا عايز. انا بصراحه ما برشحش البونص بتاع الدرايف. ماشي مش هقف على جنب هنا اهو. تقدر تستنى 5 دقايق وارجع معاك تاني 15 شارع استنى الزيت. تمام. انا هقف هنا كده، لو ما جريش حاجه هتلاقيني هنا. تمام. 25. شكرا لك. ماشي مش عفوا تحت امرك. سلام عليكم. ما جاتش حاجه حتى بس. ماشي. اعمل له خصم برضه 5 جنيه. احنا مالناش فيه، احنا كده كده بينزل لنا البونص بتاعنا 25 جنيه ونزلوا لي. خدنا رحله من درايف اهي راح عابدين يا 5 كيلو ونص، خدناها 35 جنيه. السلام عليكم. عامل ايه؟ تمام الحمد لله. استاذ ياسر صح؟ ياسر. تمام. الورق ده عايزك تشيله جوه شيعة هتوصله عشان ما يتطبقش يعني. طب ما اعملوش كده؟ بعد ما تعمله كده حطه فين الاول؟ هتفرق. برضه اهو. ماشي مفيش مشكله. الرقم موجود حتى بدل ما يقعوا منك. تمام. تمام. السلام عليكم. طيب دي رحلة زي ما قلنا 5 كيلو كسور. رايحة فين؟ رايحين فين أصلا؟ مش عارف. رايحين الدقي تقريبا. الدقي؟ ده وسط البلد.
ده وسط البلد، انا اتلخبطت والله، دي وسط البلد. ماشي، وسط البلد. استلمنا ورق، استلمنا الورق ده هنوصله على وسط البلد ان شاء الله. وخدنا كمان حساب الرحله، احنا خدنا كمان حساب الرحله ان شاء الله. عفوا، وصلنا يا باشا الرحله دي كمان على خير. رحله شارع السودان 6 كيلو ب 33 جنيه. عند محكمة السودان، يعني الشارع اللي ورانا على دي. غلط بتاع الشركه، ايه كل واحد عايز يكتب باليورو اللي عايز يطلع. رايح عند شارع السودان، رايح عند شارع، رايح عند شارع السودان يا باشا. خلاص انا والنبي مستنيه، بس انا لو كده هقدر اجي لك النهارده حتى وانا عارف مكان الحاجه فين اطلع اخدها، لان هو عماد هيوقف الدنيا خالص كده، يعني المراكب. عامل له خصم 5 جنيه. في رحله جبتها هي معايا، جبتها راح تقريبا 10 جنيه، راح عامله 35. ده فين؟ ده الصعيد ولا في الطبع؟ انا ما خدتش بالي هي رايحه فين، ممكن اعرف رايحه فين من هنا صح؟ فور سيزون حلو قوي، كورنيش النيل فور سيزون. طب يا باشا انا جيت استنيت العميل 5 دقايق، كلمته بعت له على الشات، كلمته على التليفون قال لي النمره غلط، لم يحضر الرجل. انت كشف قهوه. لا يا عم، طب ما جاش، هو ما جاش، عامل له ايه طيب؟ تعويض 5 جنيه. رحله 5 كيلو
30 جنيه. هي مشكلتها انها رايحه عند مصنع الرنجه. بص العميل واقف فين؟ العميل واقف جنبي. هي 4 كيلو يعني رحله صغيره قوي. 30 جنيه. بص العميل فين؟ بص جنبي. فين على الشمال ولا يمين؟ يعني بره واقف هنا كده. السلام عليكم. اسمك مؤمن صح؟ لف ونرجع كده صح؟ تروح عند مصنع الرنجة؟ تمام. دي محتاجة تعمل زي اوفر. العملاء بتاخد راحتها اوفر قبل ما تنزل. العميل دوت واقف له 5 دقايق. بقول ان هو بيعد وقت الانتظار، بس وقت الانتظار ايه؟ جنيه؟ جنيه ونص ولا حاجة. بص الجمال. ايوه يا حاج. محطة قطارات الصعيد. محدد هنا مش محدد جوه. ايه؟ انت محدد هنا مش محدد جوه. معايا؟ طلع علينا بقى. ثانية واحدة اجيب لك 50. وادي رحلة كمان. دي شغاله معانا حلو. مش عارف الدرايف. انا بصراحه الدرايف بحس انها بتعطلني. بتطول بقى ومش عارف ايه. ميدان العتبه المصري 10 كيلو ب 50 جنيه. تعال. ايه؟ محمد صح؟ اطلع كده ولا كده؟ شمال؟
يقفش 43. بجد والله رحمة انت مش همك عادي. بيقول له خصم 5 جنيه برضه. الاسعار دي برضه بيعملوا خصومات. يا حبيب اخوك، لو وصلت لغايه هنا اتمنى الفيديو يكون عجبك، واتمنى ان انت تكون صليت على النبي وعملت لايك وكتبت لي كومنت حلو او دعوه حلوه من قلبك. زي ما انت شفت احداث اليوم، انا اشتغلت على اندرايف في بدايه اليوم، بعد كده كملت الشغل على ديدي، عشان انا لقيت ان ديدي مقاربه خالص لشغل اوبر. بالنسبه ان انت ما بتفضلش تختار وتفضل تدور على الرحلات، لا الرحلات بتجيلك نيكست ورا بعض. بس الفرق طبعا في الاسعار، ان انت هنا ولا شغال على بونص ولا شغال بنسبه ولا شغال باي حاجه. ديدي مش عارف ليه لاغيه الزيرو عموله او لاغيه حتى ال5 عموله 5% عموله. طبعا انت هتنزل هتشتغل على 16% عموله، فطبعا دي نسبه عاليه جدا. انا بعد ما خلصت اليوم لقيت ان انا عامل بعد كل الرحلات دي وبعد كل المجهود ده، لقيت عامل بتاع حوالي 220 جنيه في ديدي. وعملت كام رحله على اندرايف بعد كده، ما حبيتش اطول عليك واعرضهم لك. بصيت لقيت نفسي معايا بتاع حوالي 370 جنيه 380 جنيه بس. الحمد لله على كل شيء، ربنا كرمنا وخلصنا اليوم على خير. فبفكرك تاني ان انت تصلي على النبي وتدعي دعوه حلوه لاخوك وتعمل لايك، ولو عندك اي استفسار او اي كومنت اكتبه لي في التعليقات وهرد عليك. وسايب لك لينك التسجيل في اوبر وفضلت في صندوق الوصف، واتمنى ان انت تدعمني على صفحه الفيسبوك. اسيبكم في رعايه الله وامنه. سلام.